طوله مترين وربع وبياكل قد 4 أشخاص عاديين وبيشيل 100 كيلو بإيد واحدة. عبده البرج أطول بودي جارد في مصر، مفيش ملابس جاهزة بتنفع ليه والأجانب بيطلبوه بالاسم، وكل شغله في الساحل الشمالي. إزاي يتحول من لاعب كرة طايرة لبرنس الحراسات الخاصة في مصر؟ تعالوا نشوف إيه قصته. في عالم الحراسة الخاصة مش أي جسم ضخم يقدر يفرض حضوره، لكن لما تشوف عبد الرحمن سعيد أو زي ما مشهور بلقب عبده البرج بتحس إنك قدام ظاهرة مش طبيعية ومش مجرد بودي جارد وخلاص. عبده البرج ده راجل طوله بيتعدى مترين وربع، وقفته لوحدها كفيلة تخلي أي حد يعيد حساباته قبل ما يقرب خطوة واحدة منه أو من اللي بيحرسه وبيأمنه. عبده مش بس طويل، ده كمان كان لاعب كرة طايرة سابق ولعب مع نادي طلائع الجيش ومنتخب مصر من حوالي 4 أو 5 سنين، ونشر فيديوهات كتير وهو بيلعب كرة طايرة، وده باين جدا في جسمه اللي أقرب لهيكل عملاق متحرك، وكمان جسمه متناسق وقوي بشكل ملفت، وعضلاته اتكونت نتيجة سنين تدريب وانضباط مش مجرد حجمه خلاص. الناس اللي شافته عن قرب بتقول إن حضوره بيملى المكان حتى قبل ما يتكلم، كأنك شايف حائط بشري بيتحرك بثقة وهدوء. ومن أكتر الحاجات اللي بتلفت الانتباه في حياته اليومية هي تفاصيل بسيطة احنا بناخدها كأمر عادي، زي اللبس مثلا. هنلاقي عبد البرج ما بيقدرش يشتري هدوم جاهزة لأنه ببساطة ما فيش مقاس مناسب لطوله وحجمه، كل حاجة لازم تتفصل مخصوص ليه، من التيشيرتات للبدل الرسمية حتى الجزم ليها مواصفات خاصة، وده بيخلي شكله دايما مميز لأنه ببساطة خارج المقاسات التقليدية. لكن الحجم الكبير بيجي معاه تحديات مش سهلة، الأماكن المغلقة بالنسبة له مغامرة يومية، الأسانسير مثلا اللي بالنسبة لأي حد وسيلة عادية للصعود، بالنسبة لعبده مساحة ضيقة ومحتاجة حسابات، وبيضطر يحني جسمه أو يقف بزاوية عشان يركب بسهولة. والعربيات كمان بتبقى تحدي لأنه محتاج مساحة مضاعفة عشان يتحرك براحة. ورغم كل ده عبده البرج مش مجرد مظهر، وقوته البدنية حقيقية، ومعروف عنه إنه يقدر يرفع 100 كيلو بإيد واحدة، وده رقم مش سهل حتى على محترفي رفع الأثقال. وبيتقال إنه بياكل قد 4 أشخاص عاديين، وده مش رفاهية، ده احتياج فعلي للحفاظ على قوته ونشاطه. عبده البرج شهرته برنس الحراسات الخاصة في مصر لأنه أكتر بودي جارد بيأمن الأجانب والمشاهير، وبصفة خاصة في الساحل الشمالي. في مجال الحراسة طوله مش بس ميزة شكلية، ده عنصر فيه ردع نفسي قبل أي تدخل فعلي، فبمجرد وجوده جنب شخصية مهمة بيبعت رسالة واضحة، وهي إن الأمان هنا ليه شكل مختلف، وده خلاه يوصل لمكانة مميزة ويشتهر بكونه من أطول وأضخم أفراد الأمن في مصر. في حاجة كمان بتميز عبده البرج ومش الحجم بس، هي هدوءه وانضباطه وذكائه، وبيؤمن إن القوة الحقيقية مش في استخدامها لكن في القدرة على السيطرة عليها. قصة عبده البرج بتقول إن التميز مش بس في إنك تكون مختلف في جسمك، لكن في إنك تعرف توظف اختلافك بالشكل الصحيح.